هذه الحلقة برعاية اقطيفان للمشاريع. السلام عليكم. المنتخب المغربي يحقق انتصار تاريخي مؤزر على المنتخب البلجيكي صاحب التصنيف الثاني على العالم. منتخبنا المغربي لم ينتصر وحسب، بل حجم المنتخب البلجيكي وضغط وتفوق عليه في كل شيء. المنتخب البلجيكي نجا من نتيجة أكبر والله. المنتخب المغربي لم يتوقف عن تهديد شباك العملاق كورتو على مدار 90 دقيقة. المنتخب المغربي عرى المنتخب البلجيكي وفضح مستواه الفني، وأكد نهاية جيل كان عملاق ويستحق الظفر بشيء يوما ما. مباريات المنتخب البلجيكي الثلاث الأخيرة أكدت انه في مشكله كبيره في هذا المنتخب الاوروبي الكبير. الخساره من مصر الحبيبه في لقاء ودي قبل البطوله، ثم الفوز الخادع الصعب على كندا في الجوله الاولى، والان الهزيمه والانكشاف والسقوط امام المغرب. الركراكي بات الان اول مدرب مغربي وطني يحقق انتصار للمغرب و3 نقاط في كاس العالم، لم يفعلها اي مدرب وطني من قبله. انجاز سيسجل في سجلات التاريخ باسم هذا المدرب الكبير. هل اخيرا ابتسمت الكره للمنتخب المغربي؟ هل اخيرا ستنصف هذه الساحره المجنونه؟ شكرا لكل من وقف وساند وشجع ونادى باسم المغرب في المدرجات. الجماهير العربية جن جنونها داخل الملعب وخارجه. فرحة عربية خالصة ويوم تاريخي لا يقل روعة وجمالا عن يوم انتصار السعودية على الأرجنتين. قلنا سنحظى ببطولة مميزة تنظيميا من قبل قطر، وقد كان، ولكن لم نتوقع هذا السيناريو العربي الفني كرويا. نحن نصنع التاريخ هنا، إن شاء الله تكون أفضل مشاركة عربية على الإطلاق في بطولات كأس العالم. واضح بالنسبة لي سبب تألق العرب في مونديال العرب، التواجد الجماهيري العربي الكبير المساند لمنتخباتنا في المدرجات. الشعور بالطمأنينة والوحدة العربية والتكاتف الأخوي جعل منتخباتنا تتألق بهذا الشكل، وهو كذلك عامل نفسي ومعنوي مهم جدا، وأنا أكثر شخص بهتم وبركز على العوامل النفسية في عالم كرة القدم. المنتخب المغربي والمنتخب السعودي والمنتخب التونسي بيلعبوا في هاي البطولة وكأنهم على أرضهم بين جمهورهم. هذا ما منحهم هاي الثقة بالنفس الرهيبة. كفى نزاعات وتفرق وخلافات وحروب ما نشاهد من تلاحم ووحدة عربية ما شاهدناه من قبل على الإطلاق. ولذلك قاتلت قطر لأجل حفظ حقها بتنظيم هذا المونديال، لنجمع العرب جميعا هنا. بالعودة للمنتخب المغربي، تخيلوا أنا كانت خطتي للتأهل للدور الثاني هي الفوز على كندا والظفر ب3 نقاط، وكنت أطالب بنقطة واحدة من أصل 6 نقاط من مواجهتي بلجيكا وكرواتيا، فأعطوني 4 نقاط الجبابرة حتى الآن لا أريد شيء إلا الصدارة للمغرب تجعلنا نلعب مع ألمانيا غالب الظن، وهو منتخب أقوى من بلجيكا بقليل، ومع ذلك الفوز عليه ممكن جدا. احذروا لو جعلنا كرواتيا تتصدر راح نصعب المهمة علينا كثير ونضطر نواجه إسبانيا القوية جدا في دور ال16، وهو ما لا أريده. وسائل الإعلام العالمية كلها تتحدث الآن عن المنتخب المغربي الذي قهر بلجيكا ثاني العالم تصنيفا. كيف لمنتخب خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2018 يفعل فعلته في منتخب بلجيكا ثالث العالم في كأس العالم الماضي؟ وللفوز طعم آخر لا يفهم معناه إلا الجالية المغربية الكبيرة في بلجيكا، فأكبر جالية مغربية خارج المغرب موجودة في بلجيكا، وأنا رحت على بلجيكا قبل سنة وشفت ذلك بعيني، ما جعل المباراة ديربي خالص بين الفريقين. الركراكي بث في المجموعة روح الانتصار، درس خصمه البلجيكي بعناية شديدة وقرأه بشكل دقيق. شاهدت حسن انتشار للاعبين المنتخب المغربي على مدار 90 دقيقة، مصحوبة بروح قتالية عالية لم تنضب طوال المباراة. المنتخب لم يحسب أي حساب لاسم الخصم العملاق، لعبنا دون مركب خوف، وهذا هو أهم شيء. انسى مين الخصم والعب لعبك. الآن نفرح يوم ثم تتوقف الأفراح ونرجع نحط رجلينا على الأرض ونركز، فالمهمة لم تنتهي بعد. التأهل كمتصدر للمجموعة هو الهدف المرصود الآن، وحتى يتم هذا الأمر لابد من الفوز على كندا مع تعثر كرواتيا بالتعادل أو الخسارة من بلجيكا. ما بدي أحكي لكم شو هي احتمالات التأهل لدور ال16 مثل ما بيفعل الجميع، وما راح أدخلكم بمتاهة من الحسابات المعقدة. أنا أصلا ما بدي المركز الثاني، طموحي مع المغرب أبعد من دور ال16. لو أردتم دور ال16 وفقط تفضلوا خذوا المركز الثاني وواجهوا إسبانيا، أنا مش على استعداد لذلك. أنا بدي المغرب تمضي إلى نصف النهائي، وحتى يتم هذا الأمر فالصدارة ولا شيء سواها. ولذلك أعطيتك الخطة الواضحة الآن، ضرب كندا وتعثر كرواتيا من بلجيكا. طيب لو فازت كرواتيا على بلجيكا، وهذا محتمل في ظل مستوى بلجيكا الضعيف، فإذا لابد من تسجيل أكبر عدد وافر من الأهداف في شباك المنتخب الكندي. هي الحلول المتوفرة أمامنا للصدارة وفقط. لا أريد إسبانيا في دور ال16. شفت مباراتهم مع ألمانيا من قلب الملعب بالأمس، منتخب مذهل في الاستحواذ وبناء الهجمة والتنظيم. الآن في دور ال16 ما بدي أشوفهم. كرواتيا وإنجلترا وصلا لنصف نهائي كأس العالم 2018 كيف؟ بطريق سهل جميل سلس، لأنهم اختاروا الجهة الصحيحة الأسهل، وأنا أعرف تماما ما هو الطريق السليم إلى نصف النهائي، الصدارة. بالمناسبة المنتخب الكندي خصمنا في الجولة الثالثة مش سهل، منتخب محير حقيقة.
المنتخب اللي لعب مع بلجيكا لا يشبه ابدا اللي لعب مع كرواتيا، بالامس مع كرواتيا لعبوا 20 دقيقه فقط وفيها تقدموا 1-0 باسرع هدف في البطوله، ثم تحولوا الى منتخب ساذج جدا دفاعيا، تلقوا 4 اهداف ونجوا من 10 بسبب حارس مرماهم الرائع. هم منتخب قوي هجوميا ولكنه ضعيف جدا دفاعيا. كثير ناس بيسالوني يا محمد وين نروح على اماكن جباره في قطر فيها شاشه عملاقه ونتابع كاس العالم؟ خذوا هذا المكان الجبار اللي حضرت فيه المباراه امبارح، تعالوا معي. انا موجود الان في مهرجان الشاطئ في جزيره قطيفان الشماليه، انت بتكون مطل على الدوحه كامله وعلى اجمل مناظر في مدينه الدوحه. دخول مهرجان الشاطئ لا يحتاج بطاقه هيئه، والمكان مناسب مش بس للمشجعين بل للعائلات ايضا. انا جالس استمتع بمباراه المغرب وبلجيكا مع الجماهير المغربيه والجماهير العربيه امام هذه الشاشه العملاقه 16 متر ب7 متر، وبتسالوني بعدين وين يا محمد نشاهد مباريات فور فري في اماكن جماهيريه مفتوحه؟ هذا المكان الانسب. هون في اكثر من 50 مطعم من شتى المطابخ العالميه لتستمتع بألذ الاطعمه وانت بتتابع على هاي الشاشات العملاقه. قلنا الدخول هون مجانا، بس حتى تشتري من هذه الاطعمه اول ما تدخل هون بيعطوك اسواره اشحنها على الاقل بما قيمته $20 واستمتع بال50 مطعم. هذا هو ستيج مهرجان قطيفان الشاطئ اللي بيشتغل من الساعة 10 صباحا للساعة 4 فجرا، حفلات ومشاهير وفنانين على مدار الساعة لا يتوقفوا عن عمل إلا لنشاهد ال 64 مباراة كلها تبث هنا. الدخول لمنطقة الستيج بتكلفك $65 ولكن الدخول لمهرجان الشاطئ ما بكلفك ولا اي شيء. هي منطقه كبار الشخصيات الدخول لها $100 في اليوم، تستمتع بمشاهده المباريات اما على شاشه خاصه او على شاشه عملاقه كبيره. الطعام كله هون مجانا، استخدام المرافق وانت مطل على شاطئ جميل جدا، في باصات لتوصيل الجماهير وهذه اماكنها واوقاتها. في مباراه بلجيكا ما شفنا انه هيك ضعيف بهذا الشكل، اتمنى ما يكونوا بيومهم ضد المغرب خاصه انهم خلاص خارج المونديال، فالمباراه بالنسبه لهم تحصيل حاصل. طيب بالنسبه لمنتخبنا المغربي تفاجأنا انه ياسين بونو ردد النشيد الوطني مع الفريق، ثم فجأة تم استبداله بالحارس منير المحمدي. خفنا وحطينا ايدينا على قلوبنا، ولكن منير كان اسد بسم الله ما شاء الله عليه، واستخدم جل خبرته في كاس العالم الماضيه وقدمها في لقاء واحد ليأخذنا لشباك نظيفه، مع انه دخل تحدي كبير، هو مش مهيئ نفسيا ليكون الاساسي، وفجأة هوب انزل العب ودافع عن علم بلادك. ما زلت ارى انه اوناحي واما اللاحم الحلقه الاضعف بالتشكيل الاساسي، لا اقول نقطه ضعف، فالفريق يفوز وباقناع، وقطعا الرقراقي لم يخترهم عبثا وهو الادرى بالمجموعه اللي عنده، ولكنهم الاقل تاثيرا وعطاء مما نشاهد امامنا كمستوى فني. يوسف النصيري وحمد الله ما زلنا ننتظر منهم الكثير كرأسي حربة المنتخب، النصيري الاساسي وحمد الله يدخل كبديل في كل مباراة. حمد الله وكأنه عنده شوية زيادة وزن ولكنه مقلق جدا لدفاع الخصم لما ينزل. النصيري يقوم بدور تكتيكي كبير بسحب المدافعين، ما يتيح الفرصة ويحرر زياش وبوفال ويمنحهم الحرية بممارسة لاعبهم وفنياتهم ومهاراتهم. زياش هذا المونديال افضل من المونديال السابق ومن كأس افريقيا 2019، يلعب اكثر للمجموعة وروحه وقلبه وقتاله لقميص البلاد. المنتخب المغربي يحصد ثمار العمل على تصدير اللاعب للخارج وبالتحديد للدوريات الخمس الكبرى في اوروبا. غابت الفوارق الذهنيه بين اللاعب المغربي والاوروبي، واللاعب العربي المغاربي اصلا بطبعه بيجيك مهاري وكرته لاتينيه، فان مزجت بعقليه احترافيه اوروبيه فهذا هو المكسب الكبير. لما اقول مغاربي فانا اقصد منتخباتنا في شمال القاره الافريقيه وليس فقط المنتخب المغربي، ولذلك بالامس كنا الند للبلجيك بدنيا وكسبنا الصراعات الثنائيه، ولكن على الارض تفوقنا عليهم بسبب المهاره الربانيه. طيب كل التوفيق لمنتخبنا المغربي وباقي منتخباتنا العربيه في رحله كاس العالم. بدي قبل ما احكي عن مواجهه المانيا واسبانيا بدي انوه انه كرواتيا منتخب قوي جدا وكشف وجهه الحقيقي في لقاء كندا، ولا ننسى انه كان اخطر من المنتخب المغربي في لقائهم في الجوله الاولى، فالحذر الحذر من كرواتيا، تذكروا ذلك جيدا. طيب ننتقل للمجموعه الخامسه، اسبانيا والمانيا من جهه واليابان وكوستاريكا من جهه. بالنسبه لليابان وكانك يا ابو زيد ما غزيت، هدمت كل ما بنته بالفوز على المانيا في الجوله الاولى وذلك بسقوطها الشنيع امام كوستاريكا 1-0 في الجوله الثانيه. شوفوا تناقضات كره القدم، اسبانيا اللي فازت 7-0 على كوستاريكا تتعادل مع المانيا اللي خسرت من اليابان 2-1، فالمنطق انه اليابان تقتل كوستاريكا، ولكن لا والله، كرة القدم تعطي لكل مجتهد نصيب. اليابان سقطت امام كوستاريكا لتتعقد اوراق المجموعه الخامسه ويبقى الحسم للجميع في الجوله الاخيره. الفرصه متاحه للجميع انه يتاهل، اسبانيا تتصدر ب4 نقاط، تليها اليابان ب3 نقاط، ثم كوستاريكا ب3 نقاط، واليابان في المركز الرابع بنقطه بس. لحظه، الجوله الثالثه المانيا ستنقض على كوستاريكا واستهزمها برايي المتواضع، واسبانيا اتوقع والله تعالى اعلى واعلم انها راح تفوز على اليابان، مجرد توقعات ولكنها منطقيه جدا، وبذلك تصعد اسبانيا كمتصدره والمانيا كوصيفه للمجموعه. شفتوا ليش قلت انه اليابان هدمت كل ما بنته في لقاء المانيا وخربت حياتها بايدها بالسقوط امام كوستاريكا؟ يلا اندموا في يوم لا ينفع فيه الندم. بس لحظه، سمعت كلام يدار في مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤامره حاكها
الألمان والإسبان بالاتفاق على التعادل، ثم كل واحد منهم يفوز في الجولة الأخيرة فيتأهلا معا. لا أرجوكم احكوا لي إنكم مش مصدقين هذا الكلام، إحنا أذكى من هيك أرجوكم. ما بصير يا إخوان، أنتوا شفتوا المباراة عن جد؟ أولا لا شيء مضمون في الجولة الأخيرة، ممكن ألمانيا تودع وممكن حتى إسبانيا تودع. هذه كرة القدم المجنونة التي لا تقوم على أي منطق. هذا أولا. ثانيا أنا كنت في الملعب وشايف الندية والحرب القائمة بين الفريقين. يا ناس إسبانيا ضربت عارضة ألمانيا في أول 7 دقائق. إسبانيا استمرت في المحاولات طوال المباراة لإحراج ألمانيا فلم تتمكن. كل منتخب منهم يتمنى إخراج الآخر من البطولة والتخلص منه في الأدوار المتقدمة. حرب فنية تكتيكية قامت في الملعب أنا شهدت عليها بنفسي. ثم من يجرؤ على ترتيب هيك أمر في هذا الزمن في كأس العالم؟ في أماكن أخرى أوكي ممكن، أما في كأس العالم فالأمر مستحيل. دعوا عنكم هذه الفكرة. إسبانيا فرطت بانتصار كان بالمتناول بسبب تبديلات لويس إنريكي، بالمقابل ألمانيا عادت بالمباراة بقوة تبديلات هانز فليك. إسبانيا كانت الأفضل بالمجمل استحواذا وسيطرة ووصول وتهديد، ألمانيا كانت أكثر تحفظا. ومع ذلك ألمانيا في الشوط الثاني أهدرت بعض الفرص المجنونة التي لا توصف، وخاصة من جمال موسيالا. على سيرة موسيالا، يلا سجلوا عندكم المعلومة، موسيالا هو أفضل لاعب ألماني على مدار السنوات ال10 القادمة، سجلوها علي. طيب وضيفوا عندكم هاي المعلومة كمان، الزمن القادم في لعبة كرة القدم سيكون زمن موسيالا وغافي وبيدري. غافي وبيدري مواهب خارقة ما راح تعرف قيمة ما يقوم به إلى أن تتابعهم وتراقبهم بالملعب فتشاهد ما يقوم به بالكرة ومن دون كرة. مباراة الأمس أكدت ضخامة وعملقة وندرة هذا الثلاثي على مستوى العالم، هم الأفضل في الفريقين. إنريكي لما سحب غافي ودفع بكوكي رفع حمل ثقيل عن كاهل خط الوسط الألماني. بالمقابل كذلك ويليامز لم يكن تبديل موفق، التبديل الجيد لإنريكي هو صاحب الهدف موراتا. وبالمناسبة أنا اطلعت على محادثة خاصة بين موراتا ومدير أعماله قال له فيها راح أسجل هاتريك في شباك ألمانيا. طيب الجميل إنه ألمانيا كذلك سجلت هدفها بقدم اللاعب البديل فولكروغ. تتذكروا قبل شهر تقريبا في حلقة أفضل 20 رأس حربة في العالم حاليا وضعت فولكروغ في القائمة، فاستغرب البعض وقال من هذا اللاعب المغمور، ولكن الآن فولكروغ نجم الفيرد بريمن ما عاد مغمور وهو يسجل في كأس العالم. ليروي ساني كان سر عودة ألمانيا بالمباراة وأظن إنه حيكمل البطولة كلاعب أساسي. احكوا لي في خط التعليقات هل بتتوقعوا المغرب تذهب بعيدا إلى نصف النهائي كما أتوقع أنا في حال صدارة المجموعة؟ بحب أقرأ تعليقاتكم وأتفاعل معها باللايك والقلب والتعليق أحيانا. لحظة، أنت لسه ما عملت لايك للحلقة؟ لا تقييمك عندي نزل كثير، واللي عمل لايك أعشقه والله. بدنا 500,000 لايك واشترك في القناة الآن. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف الحلقة اللي حللت فيها أداء المنتخب القطري وكشفت المستور وقلت ما في جعبتي دون رحمة يشوفها من هون.